السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي. النهاردة هنكشف مع بعض كدبة بسيطة للأفران. هوريكم شكل العيش الشوفان أو فينو الشوفان بلونه الحقيقي. كلنا بنجيب العيش بتاع الشوفان أو فينو الشوفان من الفرنة، بيبقى لونه براوني خفيف، طعمه كده حلو ومختلف، لكن في الحقيقة هو لا دقيق أسمر ولا حتى شوفان، والنسبة اللي بيه قليلة جدا. النهاردة كده واحنا بنعمل سندوتشات للفطار هدردش معاكم واقول لكم الفرق ما بين عيش الشوفان اللي بتعمليه في قلب البيت وانت متأكدة ان هو شوفان فعلا، واللي بتشتريه من الفرن. عيش الشوفان او لون الشوفان او الدقيق الاسمر، الاتنين بيكون لونهم اغمق شوية من الدقيق الابيض، لكن ما بيبقاش لونهم بني. في الحقيقة اللون البني ده بيبقى الكاكاو الخام. تمام. بصوا التقيل العيش بتاع الشوفان بيبقى تقيل، بيبقى طري زي ما احنا شايفين كده، والمسام بتاعته مقفولة، لكن بيبقى تقيل ومشبع جدا. بصوا العيش طري معايا خالص ازاي، لونه كمان مختلف عن لون الفينو العادي. نص رغيف ده بمقام رغيفين من الفينو العادي او كمان 3 رغيف. تعالى اقولك انا عملت ازاي العيش ده وخزنته كمان في الفريزر. اول حاجه حطيت كوبايه من الميه الدافيه، 3 معالق من السكر، معلقه كبيره من الخميره مليانه، 3 معالق من اللبن البودر. ولو حطيتي لبن بودر ما تستخدميش حليب، ولو حطيتي حليب ما تستخدميش لبن بودر في اي معجنه من المعجنات. انا عملته مرتين، مره باللبن البودر ومره باللبن الحليب، والاتنين كانوا حلوين جدا. تمام. حطيت كمان معلقة كبيرة من الخل، ربع كوباية من الزيت. هحط على الدقيق بتاعي ملح معلقة صغيرة، وهحط كمان معلقة من البيكنج باودر مليانة، معلقة صغيرة مليانة. هقلب بقى ده كويس جدا، وهبتدي انزل الدقيق الابيض بتاعي، وهنزل كمان دقيق الشوفان. طب بتحطي قد ايه الكميات؟ حطي الكميات التلت والتلتين، او الربع والتلات ارباع. ليه بقى؟ بس طبعا الكميه بتكون القليله بتكون الدقيق الابيض، بس لازم دقيق ابيض. ليه ما ينفعش ان هو يبقى شوفان بس او دقيق اسمر بس؟ لان الاتنين ما فيهمش عرق يعملوا معاكي عجينه، اللي هو انها تعجن معاكي وتمط كده وتديكي بقى، تفعل الجلوتين معاكي وتشتغل معاكي وتديكي عجينه كويسه. لا ده فيه الدقيق الابيض ولا كمان الشوفان. طب ما عنديش شوفان يا ست الكل، اطحني الشوفان نفسه في مطحنه الخلاط هيديكي دقيق شوفان. الدقيق الاسمر نفس الوضع، غامق كده زي الشوفان وكمان ملوش عرق. تمام. تقدري انك تحطي بدل الشوفان ده دقيق اسمر مع الدقيق الابيض، مفيش مشكله خالص. انا هنا نزلت قد ايه؟ نزلت كوبايتين من الدقيق الشوفان، ونزلت كوبايه ونص من الدقيق الابيض. نزلت الدقيق الابيض على مرحلتين. هبتدي بقى الم العجينه. بصوا العجينه لسه طريه خالص وبتلزق اهي. هبتدي بقى المها على معلقه من الدقيق الابيض بره. طبعا لو احتجتي للعجن تقدري تضيفي ميه دافيه تكملي بيها العجن بتاعك. هبتدي بقى اعجن في العجينه كويس جدا وكتير جدا علشان خاطر اشغل الدقيق الابيض اللي موجود وادي عجينه ناعمه وملساء زي ما انتم شايفين كده، بس لونها غامق شويه وده بسبب الشوفان. واسيبها عشان تخمر زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هبتدي ان انا اقسمها. في الوقت الساعه ده تخمير العجينه بيقعد تقريبا من نص ساعه لساعه الا ربع، وفي مكان دافي. اقدر كمان اعمل منها توست في قلب القالب بتاع الانجليش كيك او القالب التاني ده، واقدر اعمل منها رغيفة فينو صغيرة او كبيرة. ومجرد ما انها تتخبز وتطلع من الفرن وتهدى كده شوية معانا، اقدر اكيسها في قلب الفريزر واستخدمها بعد كده. طيب لرغيفة الفينو الكبيرة او للتوست او لرغيفة الفينو الصغيرة هنعمل نفس الطريقة اللي انا بعملها دي. ما بفردش على زيت، ما بفردش على دقيق، بستخدم الفرادة او النشابة، لاني اعمل طبق رغية قوي قوي من العجينة على الترابيزة عندك، وتبتدي بقى تلفي رول العجينة بتاعتك علشان تاخدي الشكل اللي انت عايزاه. ومع كل لفة رول هضغط كده بسيط من الجنب، عشان بعد ما تفتحي العجينة تبص تلاقي الدواير اللي هي بتبقى عاملة زي خلية او عشة النحل كده في قلب رغيف الفينو من جوه.
وهكمل بقى بالطريقة دي، سواء اذا كنت هتعملي توست او هتعملي ارغفة فينو صغيرة او كبيرة. طيب انا زي ما قلت لكم في الاول ان لون العيش ده في قلب الافران بيبقى لونه بني. طبعا لو انت عايزه تضيفي نفس اللون البني استخدمي معلقتين كبار من الكاكاو الخام على الكميه اللي انا حطيتها ديت، هيديكي نفس اللون اللي بتشتريه من بره بالظبط. وانا عملته قبل كده معاكم على القناه، كان فيه دقيق اسمر، ما كانش شوفان زي ما احنا عملناه النهارده كده، كان بالدقيق الاسمر. فسواء اذا كان ده او ده، الاتنين بتشتريهم بنفس اللون من بره، لكن بتلاقي الرغيف خفيف جدا. لا، كثافه الشوفان، التقل بتاع الشوفان مش زي التقل بتاع الدقيق الابيض، ده اخف شويه. فالرغيف لما بتيجي تاخديه من بره بتلاقيه خفيف، وبالتالي مش مشبع معاكي قوي، لكن انتي اتقالك ان هو شوفان فاستخدمتيه. فطبعا لما تكوني عامله الحاجه دي في البيت انت واثقه فيها اكتر. عشان كده قلت لكم في اول الفيديو ان نص الرغيف بس من اللي احنا عملناه ده مشبع اكتر من 3 رغيفه من الفينو العادي اللي هتجيبيه من بره. هسيبها بقى لحد اما تخمر ديت وترتفع، تغطي الموضوع القالب خالص، وبعد كده نبقى ندخلها الفرن. طيب انت بتسوي على درجة حرارة كام؟ بسوي كل المخبوزات بتاعتي اللي بعملها عشان تبقى كويسة جدا بتستوي على درجة حرارة من 200 ل 220، والمروحة بتكون شغالة. طب لو انت ما عندكيش مروحة، قلت قبل كده تقدروا تستبدلوا الموضوع دوت بانك تدخلي طراوة على العيش بتاعك ويقعد كمية اقل، باني احط اي صينية او اي حلة صغيرة فيها مية بتغلي في قلب قاع الفرن، هتساعد على ان المخبوزات بتاعتك تطلع طريه وكويسه معاكي. طب بتقعد قد ايه؟ مش اكتر من 10 دقايق، وممكن كمان 9 دقايق، 8 او 9 دقايق على حسب سخونيه الفرن عندك. نفس الطريقه اللي انا عملت بيها التوست هعمل بيها الرغيف الصغير او حتى كمان الرغيف الكبير. هلف رول، وما بين كل لفات الرول هضغط ضغطه بسيطه كده عشان العجينه تلتئم مع بعضها. ما تنسوش تسيبوا مسافات ما بين الأرغفة وبعضها علشان خاطر عملية التخمير في قلب الفرن. طيب انا بدهن وشه بايه؟ تقدري تدهني وشه بميه عادي جدا او بلبن حليب. انا دهنت بلبن حليب وما دهنتش غير بعد ما العيش اختمر. اي معجنات ما بتدهنش غير بعد ما تختمر، لان السائل اللي بتدهني بيه سواء اذا كان ميه، بيض، لبن، اي حاجه من الحاجات دي بتبقى تقيله، وبيبقى صعب على العجينه انها تختمر في وجود شيء تقيل عليها قافل المسام بتاعتها. تمام. انا بقول لكم معلومات مهمه جدا، الفيديو طويل لكن مديكي معلومات مهمه جدا النهارده هتقدري انك تستفيدي بيها. ده هيعمل لك ارغفه صغيره جدا اللي انت عايزاه على قد الساندوتش، وهكمل الباقي بقى انا ارغفه كبيره مع نفسي. عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، انا بس حبيت اوريكم التكنيك بيبقى شكله عامل ازاي. هنا تقدري تفردي 4 أو 5 حاجات جنب بعض علشان تخلصي ونلفهم كلهم مع بعض. وانا بدهن السايل على رغيفة الفينو او حتى على التوست بتكون ايديا خفيفة بفرشة خالص عشان ما اخرجش الهواء اللي دخل في الحاجة بتاعتي. والفرن بيكون متسخن من قبل كده يا جماعة زيه زي الكيك. انا بالنسبة لي بيتحط في رف اوسط في الفرن بتاعي، رف اوسط او رف اعلى اقرب للفرن من فوق. ما بدهنش الصواني اي حاجة. واحسن حاجة للخبيز بتاع المعجنات بتكون الصواني بتاعة الالمنيوم. ده كده شكل العيش الكبير بتاعي. طبعا الصغير كانوا تعشوا بيه فما لحقش التصوير. وده كده كان شكل لونه. لو ملاحظين الفرق ما بين اللون اللي انتي بتشتريه من بره واللون اللي موجود معانا النهاردة اثبتنا بكل حاجة وكل التفاصيل كدبة الافران في العيش. يلا بقى تعالوا نفطر سوا مع بعض، فطار صحي ما فيهوش اي نوع من انواع الغش. وصفتنا النهارده كانت بسيطه سهله. اسيبكم بقى واشوفكم في خير في وصفه جديده ان شاء الله. كانت معاكم ميرو من ميرو في المطبخ.
queen of the kitchen. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة واول مرة تشوفوا الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، كمان فعلوا الجرس عشان توصلكم كل الوصفات الجديدة اول باول، بس فعلوا الجرس للكل. باي باي.